السلام عليكم متابعي شيوات حليمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بكاوكاو اقتصاديين كيجيو مقرمشين ومعلكين ولذاذ بزاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير هنا غادي نحتاج 500 غرام ديال الكاوكاو البلدي، دخلتوه للفران على نار اللي كتكون مهيله حتى تذهب اللون ديالو. من بعد خليته حتى برد وحيدت له القشره ديالو وخليت بعض الحبات بالقشره ديالهم. غادي نحتاج كذلك كاس ديال الزنجلان المحمر، وغادي نحتاج 200 غرام ديال سنيده. دابا غادي نطحن هاد الكاوكاو والزنجلان والسكر. كندير كميه من الكاوكاو وكميه من الزنجلان وكميه من السكر وكنطحنهم بشكل جيد. ضروري تطحنوهم مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي تيكون معلك مطحون بشكل جيد. صافي نستمر بحال هكا حتى كنطحن هاد الكميه كلها اللي عندي. صافي هنا من بعد ما طحنت ديك الكميه كلها اللي عندي ديال الكاوكاو والزنجلان طحنتهم بشكل جيد. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نضيف واحد شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع السكر، غادي نضيف كذلك واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده مذابه. بالنسبه للزبده درتها فوق النار حتى تبخر داك الماء اللي فيها وتذهب اللون ديالها. هنا كنضيف واحد 3 ديال المعالق كبار. صافي هنا كنخلط هاد المكونات بشكل جيد حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ضروري ندلكوها مزيان حتى كنحصلوا على واحد العقده اللي كتكون معلكه. هنا كما كتشوفوا راه العقده ديالنا معلكه ومازال ما ضفتلاش ماء الزهر. هنا غادي نبدا نضيف ماء الزهر بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العقده ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. كنبدا نضيفوا ماء الزهر بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العقده اللي كنشكلوها كويرات كتشكلنا بكل سهوله ما كتشققش. بالنسبه لي الكميه ديال ماء الزهر اللي ضفت 3 ديال المعالق كبار. صافي هنا كما كتشوفوا كنشكلها كويرات وكتشكل بكل سهوله ما كتشققش. صافي هنا غادي نشكلها كويرات. الوزن ديال كل كره 12 غرام. صافي نستمر بحال هكا حتى كنشكل هاد الكميه كلها اللي عندي. هنا من بعد ما كملت ديك الكميه اللي عندي شكلتها على شكل كويرات غادي نغطيهم بلاستيك غذائي باش ما ينشفوش. ودابا ندوزو باش نعمروا البريوات ديالنا. هنا غادي نحتاجو ورقه ديال البسطيله. غادي نوريكم واحد الطريقه سهله باش كتقسموا الورقه ديالكم باش كتحصلوا على قياس واحد ديال البريوات. هنا كنطويو الورقه على جوج وكنقسموها من النصف بالمقص او بالموس. من بعد كناخذوا قياس ديال 3 ديال الاصابع وكنقطع الشريط. كتاخذوا قياس ديال 3 ديال الاصابع او جوج ديال الاصابع، نتوما كتحكموا في القياس ديال البريوه. صافي هنا كنقطع هذا الشريط الاول وكناخذ به القياس نتاع الشريط الثاني وكنقطع. وهذا الشريط هذا اللي في الجنب كنحيد له هاد الجوانب هادو اللي تيكونوا ناشفين حيت حتى هو غادي نستعملوه. هنا كنحصلوا على 3 ديال الشرائط وكنحتفظ بهم في بلاستيك غذائي. ضروري تحتفظوا بهم في بلاستيك غذائي باش ما كينشفوش. ونفس الطريقه للنصف الثاني.
هنا تناخد شريط من الورقه وغادي ندهنو مزيان بالزبده المذابه. بالنسبه للزبده خصها تكون ناشفه من الماء، درتها فوق النار حتى تبخر داك الماء اللي فيها. تندهن الشريط مزيان وتناخد واحد الكره من العقده ديال الكاوكاو وتنحطها في الجنب بهذا الشكل، وكنطوي على شكل مثلث وتنلف بهذا الشكل هذا. وهنا كندخل هذه العقده هذه للجوانب، كنحاول نوصلها للجوانب باش كتجيني البريوه ديالي عامره من القناه. صافي هنا كنطوي مره على اليمين ومره على اليسار وانا كنضغط باش العقده كتجيني موزعه، تجيني البريوه ديالي مسطحه، تجيني العقده في الوسط وكذلك في الجوانب. صافي كنستمر بحال هكا، كنطوي مره على اليمين ومره على اليسار وانا كنضغط. ملي كنوصل لهذا الطرف هذا كنحيد هاد الجوانب هادو اللي تيكونوا ناشفين وكندخل هذا الطرف هذا لداخل وكنلصقو بخليط ديال الماء والطحين. كندير غير واحد الكميه قليله وكنضغط على البريوه ديالي باش كتجيني مسطحه. صافي وكنخليها، كنديرها في شي بلاطو وكنخليها تنشف. هنا كنستمر بنفس الطريقه، تناخد شريط ديال الورقه وديما ديك الجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون لتحت والجهه اللي كتكون محببه هي اللي كتكون الفوق. هنا كندهن الشريط بالزبده وتناخد واحد كره ديال العقده ديال الكاوكاو وتنحطها في الجانب وكنطويها على شكل مثلث بهذا الشكل، وكنطوي الجهه الاخرى وتنحاول نوزع ديك العقده ديال الكاوكاو باش تجيني في القناه بثلاثه، وكنطوي الجهه الاخرى ودائما كنضغط على العقده باش كتجيني موزعه في القناه بثلاثه. يعني ما تبقاليش الكره ديال العقده غير في الوسط، تجيني موزعه على القناه بثلاثه، تجيني البريوه ديالي مسطحه. صافي كنستمر مره كنطوي على اليمين ومره على اليسار وانا كنضغط بالاصابع ديالي باش كتجيني البريوه ديالي مسطحه وتجيني العقده موزعه. هنا كنقطع هاد الاطراف هادو اللي تيكونوا ناشفين وتندخل هاد الطرف هذا لداخل وغادي نلصق بخليط ديال الطحين والماء. صافي هنا كنضغط على البريوه ديالي باش كتجيني مسطحه وكنخليها في شي بلاطو باش كتنشف. انا غادي نوريكم واحد الطريقه سريعه باش كنحضر واحد العدد ديال البريوات في وقت وجيز. هنا كناخذ مجموعه من الشرائط كنستفهم بهذا الشكل وكندهنهم بالزبده وكناخذ الكرات نتاع العقده ديال الكاوكاو كنحطها فوق الشرائط بهذا الشكل. صافي هنا كنبدا نلف في البريوات ديالي، سنبدا نلف حتى كنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. عاد كنقادهم بالمقص وكنلصقهم بالطحين. هنا من بعد ما كملت ديك الكميه كلها اللي عندي ديال البريوات وقفتهم بهذا الشكل وغادي نخليهم حتى ينشفوا مزيان. انا غادي نخليهم ليله كامله حتى النهار الثاني عاد غادي نقليهم.
هنا من بعد ما خليت البريوات ليله كامله حتى نشفوا مزيان. دابا غادي ندوزو باش نقليوهم. هنا في واحد المقله درت الزيت حتى سخنات مزيان، وملي كتسخن الزيت كنمهل النار، كتكون النار مهيله، وتنبدا نحط البريوات بهذا الشكل حتى كنعمر المقله. وملي كنعمر المقله بالبريوات ما كنحركهمش، كنخليهم حتى كيشدوا راسهم، عاد نبدا نحرك فيهم. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما البريوات ديالنا شدوا راسهم، دابا غادي نبدا نحرك فيهم. اللي شتها تذهب اللون ديالها تنقلبها على الوجه الاخر باش يتذهب اللون ديالها، وضروري النار تكون مهيله باش كيطيبوا لنا البريوات ديالنا على خاطرهم وتيجيونا مقرمشين، وتجي ديك الورقه طايبه من الداخل، وكذلك الحشوه. صافي نستمر بحال هكا اللي تذهب اللون ديالها كنقلبها. هنا البريوات ديالنا من بعد ما تذهب اللون ديالهم كنصفيهم من الزيت وكنسقطروهم، ومباشره كنديروهم في العسل اللي تيكون بارد وثقيل. صافي هنا كناخذوا العسل من الجانب، ما كنضغطوش عليهم، كناخذوا العسل هكا من الجنب وكنحطوه على البريوات، والراسهم كيهبطوا مع كيكونوا سخان، راسهم كيهبطوا في العسل، وكنخليهم اطول مده في العسل. كنخليهم في العسل على ما كطيب لنا ديك القليه الثانيه. صافي وكنصفيهم، وتقدروا ديروهم هكا في شي اناء كبير وتخليهم في العسل اطول مده، تقدروا تخليهم حتى ليله كامله باش كيتشربوا داك العسل مزيان وتيجيونا مقرمشين وتيجيونا معلكين. هنا من بعد ما خليتهم واحد المده في العسل، هنا كنصفيهم من العسل وكنخليهم يستقطروا. وهنا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما وضعتهم في طبق التقديم، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو مقرمشين ومعلكين واقتصاديين. وإلا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.